السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم عبد الباقي قصي السعدون من العراق. اليوم بقناة فزعة يماني تجربة جديدة جدا وحلوة، انه حتكون لو احتاج واحد عراقي غريب عن اليمن يحتاج دم، هل الشارع اليمني يتفاعل ويانا ويتبرع بالدم؟ راح نشوفها بنهاية الحلقة. ولا تنسون زر اللايك والاشتراك وتتابعونا صفحتنا على الانستغرام جوا الرابط هذا، وتحياتي لكم. دم منين اجيب دم؟ لحظة بس لحظة هلا متبرع السعودي الالماني ونشوف لنا اذا اكو دم او لا. تمام لحظه هسه نشوف احد وارد لك خبر. يلا باي باي. هلا سمحت كيف حالك؟ اخوك عبد الباقي تو جاي من العراق صار تقريبا شهر. احتاج عندي مريض بالسعودي الالماني واحتاج تبرع دم. الله يحفظك بس يعني متاكد تقدر تبرع لي؟ تقدر بتبرع انا ولا اتصل اي شخص عادي؟ يا ريت والله. ابشر بفزعه كلها فزعتك دم، فزعه يماني ما تهم حياته، للمرجله تشهد لنا ناس وقوم في نصره المظلوم، فزعاتي الله يا ريت والله. انا اشكرك جدا. كان معي تجربه فزعه يماني، تجربه عن الفزعه اليمنيه الاصيله، انه قاعد يقدر يوقف معي ولا لا، وهذا معك. وانا اشكرك جدا من كل قلبي. الله يحفظك. الله معك. الله معك. شكرا لك. الله يحفظك. الله معك. يقدر يتبرع الدم او لا؟ يلا مع السلامه. لو سمحت ممكن وقتك دقيقه؟ اخوك جاي من العراق واحتاج تبرع دم، تقدر تساعدني؟ تبرع دم؟ اي نعم، احتاج مجموعه تبرع. يعني ما تقدر تساعدني؟ لا عادي اكيد. لا مو مستشفى السعودي الالماني. تقدر متاكد؟ تقدر تتصل لأحد عشان يجي معي؟ يعني احتاج مجموعه دم انا. لا بايش فصيلة اول؟ لا انا احتاج مجموعه، انا احتاج اكثر من فصيله. ايش فصيلة دم؟ انا مش لي، انا احتاج مجموعه لان معي قريبي بالمستشفى مش انا المريض. يعني تقدر تتبرع لي؟ ايوه عادي. الله يحفظك. شكرا لك. ايش اسمك؟ ابشر بفزعه كلها فزعتك دم، فزعه يماني ما تهم حياته. الله يحفظك. يعني كان معنا تجربه عن فزعه يماني. انا اشكرك جزيل الشكر على فزعتك يا طيبا. ايش تحب تقول عرفوا فزعتك؟ ايوه عادي، احتاج مساعدات في اي شيء اعطيه، اذا بتقدر عليه يعني اعطيه، ما فيش مشكله عندنا نهائيا يعني. الله يحفظك. ما تقصر. اليمنيين والعراقيين طيبين يعني. الله تسلم. الله يحفظك يا طيب. الله معك. مع السلامه. ان شاء الله ادور بس تلقى متبرعين اجي ان شاء الله المستشفى. قاعد بتضرب بالشارع بالتابعين ان شاء الله. يلا مع السلامه يا شباب. وياكم اخوكم من العراق تقريبا صار شهر هنا واحتاج متبرعين للدم، تقدرون تساعدوني؟ الآن نمشي 3 4 10 كيلو مش واحد. الله يحفظك يا عمي. ابشر بفزعه كلها فزعتك دم، فزعه يماني ما تهم حياته، للمرجله تشهد لنا ناس. ما تقصروا يا شباب. كان معاكم برنامج فزعة يماني على القناة على اليوتيوب، طلعوا الناس على اليوتيوب، فأنا أشكركم جدا على فزعتكم. إيش تحبوا تقولوا على فزعتكم يا شباب؟ نحب نقول انه فعل الخير واجب، هذا الدم واجب، رغم انه في المستشفيات اصبح بيع وشراء في الدم نفسه. اي صح، في المستشفيات نفسها، بس اما المواطن بيجي يتبرع بالدم طبيعي لا اراديا. صح، لانه هذا انقاذ روح، ما بتخسرش حاجه، الدم هو بيتشتت ويتعوض. صح، بس النفس اللي تنقذها هي اهم من الدم. صح هذا اللي نقوله. وانت بس والله احتجتوا حقيقة يعني يتكلمون يعني الله على يحفظك. طبر احنا الله يحفظكم. يعني. الله يحفظكم يا شباب، ما تقصروا. يحفظكم الله. السلام عليكم، كيف الحال؟ تقدرون تساعدوني؟ والله لا ساعدك. اخوكم عبد الباقي السعدون، عراقي، صار لي تقريبا شهر هنا باليمن واحتاج متبرعين للدم. دم عشان دم ما اعرف، هو المستشفى قاعد تريد مجموعه معينه، ما اعرف انا الفصيله شنو. الدم مين نادره اي سالب يعني الشيء خلق ما اعرف والله، بس يعني تقدروا تساعدوني. انا قالوا لي يمكن يردون 4 أو 5. هاي انا المستشفى باليمن الالماني هنا، بس الباص واحد يمكن او هاي. يلا متبرعين الصباح الحين. ما تقدر يعني تساعدني هسه؟ صباح الحاله محتاجه للدم من امك ولا اخوك. اي مع قريبي. سجل رقمك الصباح يا اخي سجل رقمي. شوف اذا انت الان محتاج الان اجل ادخلك انا اقربها كامله حاجه. يعني تقدر لو الان تقدر تساعدني؟ اقدر ادخلك دم. ابشر بفزعه كلها فزعتك دم، فزعه يماني يعني تقدر لو الان تقدر تساعدني؟ للمرجله تشهد لنا. الله يحفظك. كان معك برنامج فزعة يماني
يا شباب كان معكم برنامج فزعة يماني على اليوتيوب. نعرف الفزعة اليمنية الأصيلة. يعني أنا أشكركم جدا قوة قلبي، فلا تحبوا تقولوا أو شيء للقناة. صلوا على رسول الله. هي كلمة بسيطة سواء كان برنامج ولا غير برنامج. الله يحفظك. أنا فاعل نفسي توقيت كل 3 أشهر 4 أشهر، وسبحان الله الباري يسخر لي كل 4 أشهر 3 أشهر واحد. الحمد لله. والرغم من فساتي دمي نادرة سالب. لكن أنا أضخ لأي واحد. الله يحفظك. ما شكرا لكم يا شباب، شكرا لكم. تفرع للدم. إن شاء الله أشوف رد لك خبر. يلا مع السلامة. لو سمحت تقدر تساعدني؟ أخوك عراقي توني صار لي تقريبا شهر هنا. شلونك؟ الحمد لله بخير. عندي مريض أنا صار لي تقريبا شهر هنا، عبد الباقي صار لي تقريبا شهر، عراقي، فأحتاج متبرعين للدم، مجموعة متبرعين للدم. أحتاج مجموعة لأن المستشفى ما أعرف الفصيلة، قالوا نريد مجموعة يعني تقريبا 4 5. فين المستشفى؟ باليمن الألماني هنا قريبة. إيه قريبة باص يعني تقدر تروح وياي. ما عندك مشكلة؟ لا. طيب تقدر تجمع مجموعة؟ والله ما شارك في صلاة الدم عشان أجمع لك مجموعة أنا فهم لك. طيب أنا أشكرك جدا، كان معك برنامج فزعة يماني على اليوتيوب، وأنا أشكرك جدا على فزعتك ووقفتك معي. فإيش تحب تقول كلمة على فزعتك الطيبة يا أهل اليمن؟ والله أهل اليمن يحبوا الخير يعني ويحبوا التبرع بالدم لأنه موقف إنساني يعتبر في البداية. الله يحفظك. تستوى قصرت. الله ياك. مع السلامة. يلا مع السلامة. باي. لو سمحت ممكن وقتك دقيقة؟ أخوك عبد الباقي مساعدون جاي من العراق تقريبا صار لي شهر واحتاج متبرعين للدم، تقدر تساعدني؟ متبرعين ايش؟ للدم. والله أنا عندي سكر. عفوا منك. ما عندك أحد يقدر يساعدني؟ يعني تتصل لأحد يقدر يساعدني؟ أنا ما صار لي تقريبا شهر هنا وما عندي أقارب أو عندي أعرف على مود باليمن الألماني، في اليمن الألماني اللي هنا اللي عندي. خذ رقمه إذا شوف. يعني أحد يقدر تساعدني؟ والله أنا أشوف أبحث. أنا عندي سكر ما أقدر إن شاء الله. كان معك برنامج اسمه فزعة يماني على اليوتيوب، وأنا أشكر فزعتك جدا لأنك رجال إنسان طيب، ورغم أنك عندك سكر بس صرت تساعدني. فتحب شو تقول الفزعة اليمانية الأصيلة؟ حياكم الله. شكرا لكم وهذا واجبنا طبعا مساعدة الناس وكذا، ونحن كان بدنا لكن يعني ما فيش مجال. هو هذا لأنه عندنا سكر وأصحاب السكر ما معروف. ما يستطيع. شكرا ما قصرت معنا يا طيب. الله معك. مع السلامة. شكرا لكم على المتابعة. شكرا لكل يمني أصيل رضي يتبرع ورضي يشارك معنا اليوم، وهذه النخوة اليمنية الأصيلة. لا تنسوا تتفاعلوا معنا باللايك والمتابعة، وتتابعوا صفحتنا على الانستغرام، وتتابعوا كل الفيديوهات اللي راحت، وتستنوا الفيديوهات اللي جاي. كان وياكم عبد الباقي السعدون.